يسعدني باسمي وباسم مجلس النواب نبارك للزملاء المتقاعدين العسكريين بمكرمة سيدنا برفع رواتب المتقاعدين. هذه الفئة التي قدمت للوطن الكثير، ونحن نرفع بدورنا أسمى آيات التهنئة والتبريك لسيدنا بخروجه من العملية سالما معافى، أدامه الله لنا وللوطن ذخرا وسندا للجميع. ما تحدث به جلالة الملك بالأمس خلال لقاء الزملاء المتقاعدين العسكريين مهم جدا، وهو بوصلة عمل نعتقد للزملاء وللمجتمع بشكل عام. كون متقاعدين العسكريين يشكلوا فئة مهمة بمجتمعنا ورديف لقواتنا المسلحة، وما أشار إليه سيدنا بما يخص لبس الفوتيك وأن يكونوا على يمين ويسار جلالة سيدنا. فنؤكد كمجلس نواب وكمتقاعدين عسكريين وقوفنا إلى جانب سيدنا وخلفه في كافة قراراته التي هي مفخرة لنا كأردنيين، وتعبر عن إحساسنا وشعورنا كنواب وكمتقاعدين. الدور الملقى على عاتقنا كمجتمع لا يتوقف على المتقاعدين العسكريين، وهي رسالة عامة، والمتقاعد هو جزء من المجتمع. كلنا نرتدي الفوتيك، وكلنا أبناء الوطن، وكلنا فداء الوطن. ومواقف الأردن لا يستطيع إنسان أن يزاود عليها. شهدائنا على أسوار القدس ومواقفنا الدولية ثابتة، وما تحدث به سيدنا بما يخص لماذا يتم التحول الآن، أو لماذا هو مطلوب من الأردن أن يتحول، أو جلالة الملك أن يتحول بحديثه، وهذا هو الأساس. نحن نشأنا وتربينا وترعرعنا على هذا النهج الهاشمي، وعلى هذا يعني الأداء الذي نعتز ونفتخر به. الأردن القلعة التي ما زالت صامدة بوجه الغطرسة الإسرائيلية، ونحن نعتز بهذا الدور كأردنيين، ونثمن دور جلالة سيدنا بالمحافل الدولية التي دائما كانت مفخرة لنا كأردنيين نرفع رؤوسنا بها عاليا. الحمد لله على سلامة سيدنا، وكلنا خلف قيادتنا الهاشمية.